السلام عليكم. النهارده هنعمل فيديو جديد بمناسبة الشتاء والجو الساقع. يلا بينا نعمل حاجة سخنة تدفينا في البرد ده. يلا بينا نعمل مع بعض حمص الشام، احلى من الشارع كمان. ادي ده معايا نص كيلو من الحمص، انا نقعاه من امبارح. تمام كده، يعني تنقعيه ليلة كاملة، واقل حاجة ممكن تنقعيه 5 ساعات، بس يفضل طبعا ان احنا ننقعه فترة طويلة، فمن قبلها بيوم. تمام كده. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. ادي اهو حطيت بصلة كبيرة في الخلاط معاها، يعني في حدود 4 فصوص توم، ولو عندك التوم مفروم حطي معلقة من التوم بس ما تكونش بشكل هرمي. تمام كده. هنحط عليها كوباية من المية ونضربها كويس قوي. يلا بينا. وادي دلوقتي اهو فرمناه كويس قوي، توم بصل كوباية من المية. يلا بينا بقى نحط الحمص بتاعنا في المية. ادي حضرت معايا حله من الميه دي سخنه. تمام كده، طبعا يفضل انها تكون سخنه. هنحط فيها النص كيلو من الحمص بتاعنا اللي احنا نقعينه، وهننزل بالبصل والثوم اللي احنا ضربناه. ادي البصل والثوم اللي احنا ضربناه، وهننزل عليه بمعلقه من السكر، دي هتعجل من السوى بتاعي. تمام كده. الحمص بتاعي هيقعد في حدود 3 ساعات على النار لحد ما يستوي، هو بياخد وقت على النار. يلا بينا بقى نقلبه كويس ونرفعه على النار. ادي الحمص معايا قعد ساعتين بس على النار واستوى معايا. طبعا بنطلع منه وبنشوف الحبوب كده استوت ولا لا، بتدوقيها وتشوفيها. تمام كده، فهو استوى معايا. احنا دلوقتي مجهزين 6 حبات من الطماطم، تضربيهم كويس على كوبايتين ميه. يلا بينا نضرب الطماطم ونحطها على الحمص بتاعنا. وادي اهو الطماطم بعد ما ضربناها هننزل بيها على الحمص بتاعنا. واحنا بحطينا الطماطم بعد ما الحمص استوى معايا، ليه؟ عشان خاطر الحمص ما يغمقش. لما بنحطها بعد ما بيستوي بيفضل مزهزه كده. طبعا هنسيبها 10 دقايق على النار يغلي، ياخد غلوة مع الطماطم. وهنزل عليه كمان بمعلقة كبيرة من الصلصة، والصلصة دي اللي احنا عاملينها مع بعض. طبعا هتديه طعم وريحة حاجة يعني خطيرة من الاخر، احسن 100 مرة من بتاعة الشارع. وكمان هننزل عليه بمعلقة كبيرة كده اهو، نص معلقة من المعالق الكبيرة ملح بشطة بكمون. طب احنا ما عندناش، ممكن تحطي نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الملح، بس طبعا تتوصي كويس اللي هي المعالق الكبيرة اللي احنا بناكل بيها. تمام كده. طبعا المعلقه بملح بشطه بكمون دي هتغنيني ان انا احط شطه لوحدها. طبعا لو انتوا ما بتحبوش الشطه ممكن تحطي كمون وملح بس. تمام كده. ونقلب الحمص بتاعنا كويس قوي مع بعض كده، ونسيبه يغلي 10 دقايق وبعدين نطفي عليه ومبقاش فهنا. شايفين اهو شكله بقى عامل ازاي، يعني حاجة ما شاء الله تفتح النفس، ولا لون طعام ولا اي حاجة، اللي هو كلها حاجات طبيعية من البيت، حاجة يعني ما شاء الله. طبعا بتاع الشارع بيحطوا له الوان طعام، فطبعا بيبقى احمر عشان كده. شايفين لونه مزهزه وحلو ازاي. طبعا الصلصة احنا كنا عاملينها مع بعض، فطبعا هي اللي بتديني اللون اللي هي بتطعمه كده وبتخليه حاجة كده تعلي التيست بتاعه. طبعا ما ننساش ان احنا نحط الملح ده حسب المقدار اللي انت تحبيه. انا حطيت معلقه من الملح، بس معلقه صغيره ملح ساده كمان مع الملح بشطه بكمون. وادي يغلي معايا غلوه. ممكن كمان نضيف نحط ليمونه تكون كبيره، ممكن تعصريها على الحله كلها. دي تغنيكي عن انك كل مره لما تيجي تصبي تحطي كمون، او تحطي بتاع ده دقه، وتحطي بتاع ده شطه، اي حاجه يعني، او تحطي ليمون تاني ممكن تحطيه على الحله كلها. تمام كده. احنا نقلب معانا تقليبه حلوه كده وبعدين نصبه. وادي الحمص معايا بعد ما خلصته وصبيناه. شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجه يعني ما شاء الله، طعم وريحه حاجه يعني من الاخر. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله عليكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.